بيبدأ الفيلم بزفة لسيدة الأعمال نانسي اللي راحت تستجم في رحلة غطس على اليخت بتاعها. بيستقبلها ساس بالأعلام ولا كأنه بيحضن طيارة في مطار القاهرة مش عربية، وعلى الجنبين واقفين المساعدين بتوعها، وفي واحد بيصورها فيديو، وفي عازف بيلحن طل بالأبيض. الشوط كان ناقص واحد بتنورة بس، والناس اللي واقفة تمسك سيوف مولعة. بتدخل المركب مع مساعدها أدهم اللي بيتكلم شبه ألفريد بتاع باتمان، ومش بيقول لها يا برنسيسة، لا ده بيقول لها يا برنسيسة. يجنن يا برنسيسة. يا برنسيسة. بس الأغرب منه هي أستاذة نيلي وتمثيلها المريب وطريقة كلامها، تحسها بتقلد البت بتاعت التيك توك اللي بتقول ثانك يو دادي، وجايبة أستاذ عبد العزيز مخيون من سوق عكاظ. مية مقطرة 12 جرام بس، عليها ربع ليموناية معقمة، فهموا. نفذ. قبل ما المركب تبحر بيهم الموتور بيعطل، فبيطلب ادم من السمكري يصلحه، فبيقول له ان هو ما بيعرفش فيهم ولازم حد متخصص. طبعا مين بقى اللي متخصص؟ هو واحد بس. انا اعرف ميكانيكي في البلد من جوه وبيصلح بواخر كمان، واللي هيكون تخصص المركب ده تحديدا وهو استاذ يوسف منصور. بنروح لورشه يوسف منصور واللي طالع باسم منصور. والله انا بحب استاذ يوسف عشان ما بيتعبش نفسه وما بيتعبنيش معاه حتى في اختيار الاسماء في افلامه. المهم منصور بيشتغل ميكانيكي، لكن واضح ان هو كان نفسه يطلع رامز جلال ويعمل مقالب في اصحابه. بنروح بيته بنكتشف ان مش هو بس اللي رامز جلال، ده مخلف 3 رامز جلال صغيرين بيعملوا مقالب في جيرانهم. الفيلم ده وش كده اتعرض في رمضان بعد الفطار. بنرجع للاستاذه نيلي اللي لسه مخلصه حلقه في الفوازير ورجعت تكمل في الفيلم، وسحله الراجل اللي بيعزف وراه في كل مكان على المركب ولا كانه فرقه العازفين بتوع تايتانيك، وبتطلب من ادهم ان هم يجيبوا الولد الميكانيكي. فين الغطاس؟ عايزة اتفرج عليه. غطاس. خلاص اتفرجت عليه. بيوصل لمنصور 3 من رجالتها ومش عارف هم بالمنظر ده جايين يتخانقوا معاه ولا يطلبوه في شغل. المهم عايزين يروح معاهم بالعافيه، فالراجل بيقول لهم تعالوا بكره. بص من الاخر كده واي حوار عشان نشوف خناقه، وتقريبا خناقه عند مهندس الصوت بس، يعني محدش اتلمس وعمالين بنسمع صوت ضرب. بنرجع للمركب بنلاقي كاظم طليق نانسي جاي لها المركب وبيحاول ينصب عليها، فبتروح تتكلم مع عمها ان هو عمال يطاردها. فبنشوف حاجه غريبه جدا، ادهم مساعد نانسي في نسخه اكبر منه بتشتغل مع عمها نفس الشغلانه. فهل ده جزء من مسلسل دارك وهيطلع هو نفس الشخص بس بيسافر بالزمن، ولا هيطلع ابوه وعامل نفس الشخصيتين زي استاذ محمد رمضان؟ بتخلص وبتطلع فبتلاقي يوسف جايب ال3 رجاله وجايب معاه عده التصليح. طب ضربتهم ليه يا معلم من الاول لما انت هتيجي تشتغل؟ ولكن الاهم هو شالهم ازاي بايد واحده من الورشه لحد المركب. ومش متربيين يا ست هانم، يا ريت بتعلميهم ازاي يتعاملوا مع الناس. والاكثر اهميه بقى ازاي واحد بيصلح سفن فاتح ورشه. بتبدا نانسي تتعرف على يوسف. انت ازاي تتجرأ وتتكلم معايا انا بالاسلوب ده يا هلفوت انت؟ ياي انت غامق قوي، انت مش بتستحمى؟ جرى يا استاذه بلاك لايفز ماتر، وبعدين هو غمان البشره مرتبط عند حضرتك بالحموم؟ احمدي ربنا ان هو اللي عامل الدور. الشحات مبروك لو قلت له الكلمه دي كان فعصك تحت باطه. وبعدين ايه الحركات دي؟ ده دور مليونيره ولا حنان ترك في مسلسل ساره؟ ايه احنا هنتحايل عليه؟ ما تتنيل تنزل تصلح. المهم منصور بيصلح المركب، لكن نانسي عايزاه يقعد عشان المركب ما تعطلش تاني. بيرفض ان هو يقعد، فبتقرر تستدرجه باغراء لجوه المركب وبتحبسه عشان ما يمشيش. حيوان. الحكمه بقى المستفاده هنا ايه؟ ان لو جالك سباك او نجار وخاف السباكه تبوظ بعد ما يمشي، يبقى احبسه في الشقه، ومفيش مانع برضه تاخد الفكان في ايدك الا الفكه تبوظ ولا حاجه، محدش ضامن. نانسي بتتحرك في المركب وتنزل تغطس في البحر، ولكن اثناء الغطس بتطلع تستنجد بالناس. طبعا انت فاكر طلع لها قرش ولا حاجه، لا طلع لها منصور. المهم بترجع على المركب عشان تشوف في الاوضه اللي هي حبساه فيها، فبتلاقيه موجود عادي. اصلك حبستيني، قلت اخد بنصيحتك، استحميت وتليفت وبقيت زي الفل. اخرس يا حقير يا جربوع يا منتهز، اكيد جبت لي حساسيه في جلدي. ارموه بره، ارموه في البحر. بتاخده على سطح المركب وتخلي رجالتها يضربوه. انا مش فاهم ليه الحقيقه، يعني الراجل ما عملش حاجه، ولكن طبعا استاذ منصور بيضربهم ضربات في الهواء الطلق، وكل ضربه لازم واحد يقع في البحر. عشان تتدخل استاذه نانسي في الاخر وتوقعه هي في البحر. والله راجل عيب، علشان انا بكعني بعد كل الضرب ده هي اللي توقعك. هات الشنطه بتاعت الميكانيكي المزين. طبعا
طبعا سابوه في نص البحر عادي ومشيوا، وبنشوف كده مركب محمله قناه السويس وعاشر معديه قدامه. بنرجع للمركب الثانيه بنلاقيها عطلت، واستاذه نانسي في حركه شهامه بتسيب طليقها كاظم وادهم وباقي الرجاله وتاخد لانش وتمشي، عشان تلاقي مين بقى؟ استاذ منصور طالع لها من البحر بعد ما رفض يركب مركب السويس وعاشر. بتحاول نانسي في موقف غريب جدا تهرب منه باللانش، وطبعا كحاجه طبيعيه في الموقف ده بتعمل حادثه في نص البحر. ما تفهمش بقى خبطت في جزيره ولا طلع لها شط في نص البحر، دي غالبا حاجه كده زي الحبايه اللي بتطلع لك وانت رايح مشوار مهم. صخره طلعت للبحر عشان عرفت ان عنده تصوير. بتفوق نانسي في المستشفى وهي فاقده الذاكره وبتسال على مرايه تشوف شعرها، وبعدين تسال اسمها ايه. يا اخي يعني الست ست برضه، سيبك انت. طبعا مش محتاج اقول لك ان حبكه الفيلم هي ان استاذ يوسف اللي جابها يقول انها مراته واسمها نفيسه وياخدها تعيش عنده عشان يحميها من طليقها كاظم اللي بيحاول يخلص منها ويورثها. سوري لو حرقت لك الفيلم يعني. اثبت ان مراتك عندها وحمل في كتفها الشمال. تصدق ده سبب مقنع ان هي مراتك فعلا؟ وبعدين هما نقلوا الكتف تحت البط امتى؟ بعدها بنشوف جزء من مسرحيه الواد سيد الشغال، وبنشوف نانسي وهي بتتحول لزوجة المنصور وام لاولاده الثلاثه، مع مشاهد كوميديه عبثيه وهي بتطبخ لهم وبتذاكر لهم لدرجه انها بتحل لهم مشاكلهم. انا طردتني يا ماما وانا كمان، وقالت لنا ما تجوش الا بولي امركم. لكن انا عمري ما سمعت ان انتوا عندكم ماما. هو استاذ يوسف منصور خارق بس مش لدرجه انه يخلف 3 عيال من غير ام. حضرتك ده كريستيانو وابنه مغاوري ما عملوهاش. في اثناء الحياه الهاديه دي بيحاول كاظم ان هو يقتل نانسي، لكن دايما منصور بينقذها. هنا مثلا المشهد ده تخيل كانت هتموت عشان الكاسيت صوته عالي. لكن الحمد لله استاذ منصور بينقذ الجمهور اللي كانوا بيشوفوا المشهد من الضحك اللي بيحصل ده وبينهي الموقف. في النهايه بيضطر ان هو يقول لها الحقيقه وانها مش مراته وان هو عمل كل ده عشان يحميها، لكن كاظم ورجالته بيوصلوا وبنشوف مشهد اكشن من العيار الكوميدي. عندك مثلا في الخناقه واحد بيضرب صحابه، كل ضربه من منصور مثلا لازم واحد يترمي من الشباك بدون اي سبب واضح، لكن الانح بقى ان هم لازم يصرخوا الاول قبل ما يجروا يتضربوا. يعني احنا احترمنا ان استاذ منصور ما صرخش في وش اي حد في الفيلم ده، تصدعونا انتوا بقى. في النهايه بيضرب منصور كل العصابه وبيضرب كاظم في حمام السباحه وبيحتفلوا كلهم في الاخر. الفيلم بيتكلم عن السبويلد جيرلز وتاثيرهم الضار على المجتمع، وازاي ان هي لو لقيت الشوجر دادي، بس هو ما كانش شوجر دادي ولا حاجه، ده كان معدم يعني وعمال بيتهزق طول الفيلم، ان هي لو لقيت الدادي الصح هتتعدل وهتمشي كويس. واضح ان احنا كنا متاثرين جدا في الفتره دي بالسينما الاجنبيه او بما يحدث في الخارج. اي فيلم يعملوه نحاول نعمل واحد زيه. ولكن لفت نظر جدا هو مشهد النهايه الاكثر من رائع لما يوسف منصور مسك اللي هو طليقه ده ضربه في حمام السباحه. الوضع الطبيعي ان بعد ما يوسف منصور يضربه هيطلع لهم بره وهيحتفلوا سوا، لكن فجاه كده المخرج قرر نانسي تيجي وتنزل له تحتفل معاه تحت في حمام السباحه، ولاده يجوا ويجيبوا حماته اللي هي المستقبليه يعني وينزلوا يحتفلوا كلهم في حمام السباحه. وده خلانا نسال الحقيقه ماذا يدخنون في اللوكيشن؟ يعني الوضع الطبيعي ان هو يطلع لهم ويحتفلوا سوا، ايه المبرر انك تروح منزل الناس دي كلها حمام السباحه يستحموا ويهنوا بعض؟ بيني وبينك اصلا الفيلم ملوش لازمه ولا ليه معنى، اكيد يعني مش الشوط ده هو اللي مبوظ الفيلم. وكالعاده زي كل مره ما تنساش قبل ما تخرج تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب. اعمل شير الدنيا بايظه. سلام.